هل تعارضون ترشيح جمال مبارك ضمن آخرين للرئاسة؟ لا نعارض ترشيح الأستاذ جمال مبارك مثله مثل أي مواطن مصري، شريطة أن لا يتميز عن أي مواطن مصري في طريقة العرض على الشعب المصري. الشعب ده صاحي وواعي، مسلمين ومسيحيين، وعارفين اللي يجي وما يحترمش القانون والدستور الشعب هيثور ضده. انا عايز الشعب يثور ضدي على طول لو انا ما احترمش القانون والدستور. الفائز بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية في الانتخابات التي جرت يومي 16 و17 من يونيو هو السيد الدكتور محمد مرسي عيسى العياط. أيها الشعب العظيم، جئت إليكم اليوم وإلى كل أبناء الشعب المصري الكبير لأنني مؤمن تماما بأنكم مصدر السلطة، والشرعية التي لا تعلو، عليها شرعية. أنتم أهل السلطة ومصدرها، وأنتم الشرعية وأقوى مكان فيها. من يحتمي بغيركم يخسر، ومن يسير مع إرادتكم ينجح، ونريد لوطننا أن ينجح. جئت إليكم لأنني مؤمن تماما بأنكم مصدر السلطة والشرعية التي تعلو على الجميع، لا مكان لأحد ولا لمؤسسة ولا هيئة ولا جهة فوق هذه الإرادة. الأمة مصدر السلطات جميعها، وهي التي تحكم وتقرر، وهي التي تعقد وتعزل. من أجل ذلك أتيت اليوم إلى الشعب المصري. الكل يسمعني الآن، الشعب كله يسمعني، والوزارة والحكومة والجيش والشرطة ورجال مصر ونسائها في الداخل والخارج. لا سلطة فوق هذه السلطة، لا سلطة فوق هذه السلطة.
الرحمة جيت وعدت وشفت الرحمة حتى أدنى للأجور بطل صور مع جمهور مرسي يا مرسي يا مرسي يا مرسي يا العدالة يهمك مرسي احكي يا مرسي على المرور لف يا مرسي علينا ودور لا لا ولا لا ولا لا ولا لا احكي يا مرسي على الاستيبان. الرئيس المصري محمد مرسي يحيل وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي إلى التقاعد، بالإضافة إلى رئيس أركان القوات المسلحة الفريق سامي عنان، في خطوة اعتبرها الكثيرون تغييرا جذريا ومفاجئا في ذات الوقت. وسلامة أراضينا. وعين الرئيس مرسي اللواء عبد الفتاح السيسي وزيرا جديدا للدفاع بعد أن كان رئيسا للمخابرات العسكرية. كما ألغى الرئيس المصري الإعلان الدستوري المكمل الذي أقره الجيش في حزيران يونيو الماضي. السيد الفريق الأول عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلام الأراضي. مبروك، ربنا يوفقك إن شاء الله. إن شاء الله. تحياتي لكل القوات المسلمة، لكل القيادات، لكل القادة، وكل الجنود، وكل أبلغ تحياتي، وربنا يوفقك إن شاء الله. تفضل. تفضل. وأن يعز المسلمين، وأن يجعل يوم 30 من يونيو يوم عز للإسلام والمسلمين وكسر لشوكة الكافرين والمنافقين. اللهم رد كيدهم في نحورهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم انصر دينك وعبادك الصالحين واجعلنا منهم يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إني أرى أرؤسا قد أينعت وحان قطافها. راجع لكم وهتكلم معاهم السياسيين اياهم ان شاء الله، وهتكلم معاكم بعد ما ارجع، ومش هنمشي من هنا، احنا موجودين هنا، احنا موجود، اعتصام لن ينقطع لغاية ما تزول المخاطر عن المؤسسات الدستورية في البلد. هنا كفة الميزان، وانا بدعو الناس كلها الى الا تتركنا وحدنا وان تأتي، وسنظل مستمرين، هنفضل احنا هنا البذرة والنواة حتى يكتمل الامر. لازم ان شاء الله. الكلب وبقولها على قهوه بيعمل قضيه واعلى مفخره كابو، الكلب اللي اسمه ابراهيم عيسى، والكلب اللي اسمه الابراشي، والكلب اللي اسمه عمرو اديب، هؤلاء الكلاب اللي عمالين ينبحوا وينهشوا في هذا الشعب وفي هذا البلد، وقادوا ان يحرقوه وزجوا بشباب الى اتون. هذه المهزله التي نراها الان، ان يموت شبابنا وتتحرق اهالي، يعني قلوب الاهالي. والله الذي لا اله الا هو لن نترككم، وبقولها على الهواء، لن نترككم ولن تتركوا ولن تسامحوا باي حال من الاحوال. افسدتوا البلاد والعباد، لا سامحكم الله، الله ينتقم منكم دنيا واخره. والله لن يفلتوا من العقاب، وبقولها بمني اشكرك يا دكتور عبد الله. وبقول للدكتور مرسي والله الذي لا اله الا هو، انا قلتها لك كلمه في ميدان الجيزه، قلت لك اضرب واحنا معاك، وما زلت بقول لك لابد ان يضرب على هؤلاء بيد من الحديد. الفريق القذر المتآمر على مصر يقول لنا عمرو موسى كان بيعمل ايه في اسرائيل، عمرو موسى كان بيعمل ايه في اسرائيل، والكلب محمد ابو حامد كان بيعمل ايه في دبي مع شفيق. يقولوا لنا، يبينوا لنا بتوع الوفد كانوا عاملين اجتماع مغلق ليه مع السفيره الامريكيه، اللي قالت لهم وطلع واحد فضحهم ان انتم مش عارفين تحشدوا حشود 10,000، فحبوا يثبتوا لها ان هم قادرين، مش على انهم يحشدوا حشود، على انهم يحرقوا البلد. اليوم احنا عمالين نجمع اسم بعض المحامين اللي انزلوهم علشان يتفقوا مع البلطجيه علشان يمولوهم ويدوهم فلوس، ويروحوا لممولين البلطجه يتفقوا معاهم، خد كذا وخد كذا وطلع لنا كام بلطجي، والاسماء ان شاء الله هتبعت لرئاسه الجمهوريه. اللي ما قلتوش قبل كده هقول دلوقتي، انا لسه قايل لاحمد جمال في مكتبه من 3 ايام ان انت متواطئ، هو بتاع الامن الوطني، قلت له بوضوح في مكتبه انت متواطئ. انا ما حبيتش اقوله وقلت له، انما ما دام الامر كده ده متواطئ وخائن هو واللي معاه. شرطه ايه دي عايزه تتكنس كلها. نزله يا ابني على الصفحات، قول له الناس كلها من مصر كلها تيجي هنا دلوقتي، خليه يجي، نزل دلوقتي حالا مصر كلها تيجي هنا. اسم الله عليكم يا اخويا، رجاله قوي، رجاله. انا مستني شباب تحت ياخد بطاقته. سايبين الشيخ المحلاوي 24 ساعة عنده 90 سنة. أنا مش عايز أثور أكتر من كده، أنا متضايق. أنا عايز بطاقات ونتكلم بعدها، إنما شاب بطاقته معاكم لا يمكن. أنا بقول لك البطاقات في إيدي أولاً فوراً. دي هزلت واللي بعد كده مش زي اللي قبل كده. ما دام الامر وصل للجرأة دي والله لا ربيهم.
رغم لحظة دخولهم قبل هدم الخيم، يعني وهم جايين على المعتصمين هم كانوا بيقولوا الشعار ده، وحضرتك كنت موجود. انا كنت موجود، انا شاهد عيان. تمام. فانت النهارده عشان كده ليه بقول تحقيق سياسي؟ تحقيق سياسي لان هناك من حرر. وانا يعني اسمحي لي، انا يعني تكلمت عن عصام العريان في مكان اخر ولا اريد ان اتكلم معه هنا لكي لا تؤخذ في اتجاه اخر. هناك من حرض ودعا المصريين الى النزول الى قصر الاتحاديه للقبض على البلطجيه والمش عارف ايه. طب انا كنت في قصر الاتحاديه. اذا بعد هذا العمر والتاريخ في النضال والكفاح، مشهد الخيام مره ثانيه اللي حدثت بالامس، وده بدايه الازمه. انا بتكلم على فكره انك بتجري بالخطوه العسكريه وتقولي شعارات تحمل فكره القتال، قوه، عزيمه، ايمان. ده مؤشر. ده هنا لابد ان يجري تحقيق، ليس فقط تحقيق سياسي. هذا الشعار لابد ان يجري في اجهزه الامن، لانه معناها ان هناك ميليشيات مسلحه يجري اعدادها في هذا البلد. السؤال الخامس: ارفض السماح لضباط الشرطه والجيش باطلاق لحاهم. انا يعني شايف ان الموضوع ده يعني اقل واصغر من يتدخل فيه رئيس الجمهوريه. لا ارفض، يعني انا موافق ان هم ربوا لحاهم اذا ارادوا. طيب خلاص. هؤلاء مصاصي الدماء مشعلي الحروب احفاد القردة والخنازير يجب ان يطردوا من ديارنا، يجب الا نتعامل معهم، يجب الا نتعامل معهم، يجب الا نشتري منهم ولا نبيعهم، يجب الا نشتري منهم ولا نبيع لهم، يجب ان يكون حصارنا لهم شاملا لكل نواحي الانشطه الانسانيه العامه، سياسيه واقتصاديه وثقافيه واجتماعيه وصحيه. يجب الا يكون لنا بهم اي علاقه تعاون، لانهم محاربين، لانهم يحاربوننا، لانهم يعتدون على إخواننا وأبنائنا في أرض فلسطين. Herr Präsident, Sie haben sich vor einer Weile sehr abfällig über Ihre israelischen Nachbarn geäußert. Ich zitiere, Sie haben gesagt, Blutsauger, Kriegstreiber. لقد وصفتم من قبل الجانب الإسرائيلي بأنهم مصاصي للدماء. هل هذا الوضع تغير أو هذا الرأي تغير بالنسبة لك، أو هل قمتم بمناقشة هذا الوضع مع ميركل؟ هذا الكلام لم يكن صحيحا بالشكل الذي عرض. أنا مأمور وأنا مسلم أمر بالإسلام أن أؤمن، فأنا أؤمن بكل الأنبياء، وأن أحترم كل الديانات، وأن أحترم حق الناس، حق البشر في الاعتقاد، فكل يعتقد ما يشاء كيفما يشاء طالما أنه في إطار القانون العام في الوطن الذي يعيش فيه. نشر الموقع الإلكتروني لبوابة الأهرام المصري مساء أمس الأربعاء صورة لخطاب أرسله الرئيس المصري محمد مرسي إلى نظيره الإسرائيلي شمعون بيريز. وأوضح موقع الأهرام نقلا عن صحيفة The Time of Israel أن الخطاب حمله السفير المصري الجديد لدى تل أبيب عاطف سالم ليسلمه إلى بيريز. ويظهر في صورة الخطاب توقيع باسم الرئيس محمد مرسي وتوقيع وأمضاء وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، وأيضا توقيع رئيس ديوان رئيس الجمهورية. وجاء في نص الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد مرسي رئيس الجمهورية صاحب الفخامة السيد شمعون بيريز رئيس دولة إسرائيل، عزيزي وصديقي العظيم، لما لي من شديد الرغبة في أن أطور علاقات المحبة التي تربط لحسن الحظ بلدينا، قد اخترت السيد السفير السيد عاطف محمد سالم ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا من قبل لدى فخامتكم، وإن ما خبرته من إخلاصه وهمته وما رأيته من مقدرته في المناصب العليا التي تقلدها ما يجعل لي وطيد الرجاء في أن يكون النجاح نصيبه في تأدية المهمة التي عهدت إليه فيها.
والاعتماد على غيرته وعلى ما سيبذل من صادق الجهد ليكون أهلا لعطف فخامتكم وحسن تقديرها. أرجو من فخامتكم أن تتفضلوا فتحوطوه بتأييدكم وتولوه رعايتكم وتتلقوا منه بالقبول وتمام الثقة ما يبلغه إليكم من جانبي، ولا سيما أن كان لي الشرف بأن أعرب لفخامتكم عما أتمناه لشخصكم من السعادة ولبلادكم من الرغد. صديقك الوفي محمد مرسي. تحريرا بقصر الجمهورية بالقاهرة 29 شعبان 1433 19 يوليو 2012. رئيس ديوان رئيس الجمهورية وزير الخارجية. She met the Egyptian president today, and he's doing some adjustments with his government, but he's also adjusting something else. Just watch very carefully. Hello, and off they go. أن تكون هناك حضارة versus حضارات أخرى وليس against. Civilization versus another one, not against another one. مش انتوا القانون فيه انه اللي درانك يتمسك ويروح السجن اذا كان درايفنج ولا ايه؟ يعني جاز اند الكحول دونت ميكس، مش ده قانون؟ فالحرية مسؤولية. الأخونة تمضي إلى مستوى غير مسبوق. الكذب مرة أخرى. طول الوقت احنا بنقول في أخونة، نقابل أصدقائنا في جماعة الإخوان المسلمين يقولوا مفيش أخونة. الإعلام اللي بيقول أخونة. طيب ما هو دفاعهم اليوم عن عملية الأخونة البشعة التي تمت مساء أمس بحركة المحافظين؟ كل المحافظين الجدد إخوان مسلمين أو حلفاء الإخوان المسلمين فيما عدا اللواءات السبعة. اللواءات دي حسابات محافظات حدودية، إنما كل المحافظين في الحركة الجديدة يا إخوان مسلمين تماما 7، يا إما حلفاء لجماعة الإخوان المسلمين. رئيس الحكومة بيقول إن في 4 اعتبارات عملناهم علشان نختارهم. نفسي يقول لنا اعتبار واحد له قيمة أو وزن في اختيارهم، ولا اعتبار إن إخوان مسلمين فقط. لازم نبطل هذا الاستهتار بعقلية هذا الشعب العظيم. أي 4 معايير شايفين احنا 7 حائزي نوبل، 7 كبار علماء ومفكرين، 7 سياسيين ما حصلوش، 7 كفاءات كسروا الدنيا في أمريكا وأوروبا وآسيا واستراليا فجبناهم نستفيد من علمهم. لا يوجد أي سبب إلا لأنهم فقط إخوان مسلمين أو حلفاء جماعة الإخوان المسلمين. تحط لي CV في مليار CV زيها في مصر، إنما الفكرة ماذا يميز هؤلاء على نحو استثنائي عن باقي الناس؟ لا شيء إلا الأخونة، إن هم إخوان مسلمين أو حلفاء الإخوان المسلمين. الناس كلها بتقول 30 يونيو في حالة استنفار، في ملايين بيقولوا هننزل. حركة تمرد عملت رقم قياسي، والآن في تقنين لأوضاع الاستمارات اللي وقعوها. إذا البلد في وضع انتظار لحدث كبير يوم 30 يونيو. الحدث الكبير عنوانه أن الرئيس لا يصلح، الحزب الحاكم لا يصلح، الحكومة لا تصلح، جماعة الإخوان المسلمين لا تصلح. كلنا هننزل 30/6، ده الصغير للكبير للعجوز للشيخ، كلنا هننزل 30/6. هي فين مصر؟ احنا عايزين نستعيد بلدنا، احنا فاض بينا، الشعب فاض بينا، عشان كده هنزل 30/6. باذن الله نازلين 30/6، كله نازل 30/6. يعني الناحيه الاسلاميه والناحيه اليساريه مجمعين على ان دول ناس ما يصلحوش لتولي المنصب ده، ما بيحترموش اي شريعه او قانون، عشان كده احنا نازلين 30/6. انا نازل 30/6. الظلم بقى اكتر من الاول، اكل مش ملاقين، بنزين مفيش. ان شاء الله نازل 30/6 عشان اخد حقي.
وانا نازله 30/6 واهلي كلهم نازلين 30/6. في مشاكل كتير، في وعود كتير اتقالت وما اتعملتش، فعشان كده انا نازل 30/6 ونفسي كل الناس تنزل 30/6 ومحدش يقعد في بيته ابدا. ام الشهيد خالد خيري وعيالنا ماتت وعيالنا استشهدت وفي الاخر ما خدناش حقهم. انا نازله 30/6. لازم كلنا ننزل يوم 30/6 عشان ننزل نحقق اهداف الثوره. عايزين دوله مدنيه، مصر ترجع لاولادها. انا نازله 30/6. انا نازل 30/6 عشان حق الشهداء. انا نازل 30/6 عشان مصر ترجع للمصريين بجد. انا نازل 30/6 عشان يسقط الظلم. وانا عشان حق الشعب وحق الشباب نازل 30/6. نازله 30/6 عشان دم الشهداء. وان شاء الله نازلين يوم 30. وبقولها للشعب المصري كله، كل اللي خايف على مصلحه البلد ينزل يوم 30/6. مفيش كهرباء، مفيش بنزين، مفيش ميه، عشان كده انا هنزل يوم 30/6. هناك من لا يريد أن تكون علاقة الرئاسة الدولة بالقوات المسلحة صحية سواء في داخل مصر أو خارجها، ولكن تبقى الحقيقة التي تجتمع عليها جميع الإرادات النافذة هي أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن مؤسسات الدولة جميعا وعلى رأسها القوات المسلحة وباقي أجهزة الوطن السيادية تعمل بانسجام وانضباط تام تحت قيادة رئيس الدولة. مصر ما بتضغطش، مصر ما بنضغطش عليها، احنا غير قابلين للانضغاط. قعدت مع الرئيس السابق من 11 لغاية الساعة 1 أقول له مفردات الخطاب اللي ممكن تكون تحقق هذا الأمر، وقال لي هو ده اللي انت هتسمعه النهاردة. ساعتين من 11 ل1. طيب جيت قعدت في قاعة المؤتمرات أسمع الخطاب. أنا بقيت حاطط إيدي كده، بصراحة مش ممكن، هو ده الخطاب اللي احنا اتفقنا عليه. لقد عانى هذا الشعب الكريم ولم يجد من يرفق به أو يحنو عليه، وهو ما يلقي بعبء أخلاقي ونفسي على القوات المسلحة التي تجد لزاما أن يتوقف الجميع عن أي شيء بخلاف احتضان هذا الشعب الأبي الذي برهن على استعداده لتحقيق المستحيل إذا شعر بالإخلاص والتفاني من أجله. إن القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب، وتمهل الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن، الذي لن يتسامح أو يغفر لأي قوى تقصر في تحمل مسؤولياتها.
وتهيب القوات المسلحة بالجميع بأنه إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة المحددة فسوف يكون لزاما عليها استنادا لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية واحتراما لمطالب شعب مصر العظيم أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة بما فيها الشباب الذي كان ولا يزال مفجرا لثورته المجيدة ودون إقصاء أو استبعاد لأحد. تحية تقدير وإعزاز إلى رجال القوات المسلحة المخلصين الأوفياء الذين كانوا ولا يزالون متحملين مسؤوليتهم الوطنية تجاه شعب مصر العظيم بكل عزيمة وإصرار وفخر واعتزاز. حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها كاملة والحفاظ على الشرعية، ثمن الحفاظ عليها حياتي أنا عايز أحافظ على حياتكم كلكم. أنا عايز أحافظ على الأطفال ولادنا اللي هيجوا يكبروا بعدنا. أنا عايز أحافظ على البنات هيبقوا أمهات المستقبل اللي بيعلموا ولادهم إن آبائهم وأجدادهم كانوا رجال لا يقبلون الضيم ولا ينزلون أبدا على رأي الفسدة ولا يعطون الدنية أبدا من وطنهم أو شرعيتهم أو دينهم. شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري. وفي إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة بالسيد رئيس الجمهورية في قصر القبة يوم 22/6/2013، حيث عرضت رأي القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، كما أكدت رفضها ترويع وتهديد جموع الشعب المصري. لقد كان الأمل معقودا على وفاق وطني يضع خارطة مستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاؤه، إلا أن خطاب السيد الرئيس ليلة أمس وقبل انتهاء مهلة 48 ساعة جاء بما لا يلبي ويتوافق مع مطالب جموع الشعب، الأمر الذي استوجب من القوات المسلحة استنادا على مسؤوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد، حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحدا من أبنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام
وتشتمل هذه الخارطة على الآتي: تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديدا. محمد ميرسي: صمت دهرا ونطقت كفرا. ما يؤخذ على كلامك أنه قلة أدب في استعمال منبر حصلت على حق الكلام فيه. ما يحزن في كلامك أنك تأتي الحج والناس راجعة، فلا أطعمت حجا ولا نلت بركة، فكنت كمفرقعات فات زمانها بلا دوي ولا لون ولا طعم. نحزن لأنها مصر وليس لشيء آخر. نحزن لأنهم ورطوك فورطت مصر وراءك. نحزن لأن حساب رجال الأعمال الآتين من خلية وول ستريت التي توزع عليها المخابرات الأمريكية حصص سندات الأسهم لا يعرفون إلا السمع والطاعة لغير رب العالمين، ولو أطلقوا لحاهم وسبحوا بشفاههم وقلوبهم شتى. جاءت الأوامر مع هيلاري كلينتون وهي تحمل موافقة واشنطن على تبديل قادة الجيش، وجاء حمد وهو يحمل صندوق المال، وجاءت لعبة سيناء المفبركة لتسليط الأضواء على إنجازات وهمية برضا الاحتلال الإسرائيلي. ضحكوا عليك كثيرا إن أوهموك أنك أديت الدور جيدا بعد صمت كان أكثر فائدة لو حافظت على التزامه، وستكشف لك قادمات الأيام أنك دخلت الورطة. الحقيقة أبو دقن ده أما بيطلع بيتكلم هذا الكلام هو عايز يستغفل الناس وعايز يضحك على الناس، عايز الناس يقولوا له انت امير المؤمنين. كلام كله تضليل وكلام كله تجارة بالدين. اللي هيرفع السلاح في مواجهة الجيش أنا هشيله من فوق وش الأرض.